السلام عليكم احلى متتبعات، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير وتلقاكم هاد لا فيديو في صحه جيده. مرحبا بكم في قناتي. الا كنتوا اول مره كتزوروني فما تنساونيش بلي لايك والاشتراك، فعلوا الجرس باش توصلوا دائما بجديد الوصفات. اليوم ان شاء الله قررت نقدم معكم طاجين ديال الدجاج بالفريت بطريقه مبسطه وسهله دغيا كيوجد سورتو بالنسبه للمبتدئات، مرافق لسلطات سهله مغربيه واقتصاديه. اذا نبداو ان شاء الله بتقديم مقادير الوصفه. هنا كيف ما كتشوفوا معايا عندي جوج دجاجات من بعد ما غسلتهم جيدا بالملح وبالحامض وبالتوابل ديالو. دونك تقطروا هنا عندي من وزن ديال 2 كيلو. فبالنسبه انا هاد الوصفه ما غنستعملش فيها الملح نهائيا في التوابل لانه ديجا مغسول بالملح مزيان. دونك التوابل غنحتاج معلقه كبيره ديال الخرقوم، شويه ديال الفلفل الاسود، معلقه كبيره ديال السكنجبير، غنحتاج شويه ديال القعقله وبسيبيسه راس معلقه، واحد العويد ديال القرفه، واحد الضويمه ديال الزعفران، وغادي نحتاج واحد المعلقه صغيره من السمن الحر. دونك هادو هما التوابل اللي غادي نحتاجهم. غنحتاج كذلك واحد شويه ديال الهريسه، نسيت ما ضفتهاش معكم هنايا في المقادير، مي غادي نضيفها عندي في الخلطه ولا في لا ماريناد. غنحتاج كذلك واحد الكاس اللي درت فيه الماء سخون وشويه ديال الزعفران الحر حتى يطلق فيه، كذلك واحد الحامضه مصيره غنحيد ليها ناخذ غير اللب ديالها، وواحد 4 الفصوص ديال الثوم مقشرين. غنحتاج كذلك قزبر ومعدنوس طريين مفرومين جيدا. غنحتاج واحد شويه ديال الماء نخلط به لا ماريناد، زيت الزيتون بيان سور وزيت النباتيه. اذا ندوزو باش نحضروا لا ماريناد اللي غادي نرقدوا فيها الدجاج ديالنا. غناخذوا واحد القصريه وغادي نديروا فيها التوابل كامله وواحد شويه ديال الهريسه. كيف ما قلت لكم بالنسبه للهريسه كتبقى اختياريه، غير حاولوا انكم ما ديروش فيها الملح في هاد لا ماريناد لاننا دايرين الهريسه واللب ديال الحامض ودايرين كذلك حتى الضويمه ديال الزعفران، يعني كلشي مالح. غناخذوا واحد الهاشوار غادي نديروا فيه كميه من القزبر والمعدنوس ونديروا اللب ديال الحامض والثوم المفروم، وغادي نطحنوا هذا الشيء جيدا حتى ينسجموا العناصر مع بعضهم، وغادي نضيفهم على التوابل اللي ديجا درتهم عندي في القصريه. غنضيف عليهم كذلك الكاس ديال الزعفران من بعد ما طلق، وغنخلط العناصر ديالي جيدا باش نلبسهم الدجاجات ديالي. حاولوا ما ديروش في هذه المرحله الزيت نهائيا باش الدجاج ديالكم يشرب التوابل. نخلط كل شيء جيدا وناخذ 2 دجاجات ديالي ونحاول نلبسهم من جميع الاطراف والجوانب، وندخل من جهه الفخاذ كذلك كيف ما كتشوفوا معايا. كذلك من جهه ديال الصدر غادي نحاول انني نثقبهم بالموس كيف ما غتشوفوا معايا. ندير 2 ديال الثقوب وندخل باش الدجاج ديالي يجي فتي ويجي شارب التتبيله وطيب من الداخل، كذلك يجي من الداخل جهه الصدر ماشي ناشف، يكون ديجا متبل. غنكمل على نفس الكيفيه حتى نسالي الدجاجات ديالي وغندخلهم للثلاجه يرتاحوا لي على الاقل واحد 2 ساعات. الا كنتو تبغيو توجدوهم بالليله قبل فراه غادي تكون النتيجه افضل، سينو على الاقل واحد 2 ساعات. ديروا ليه السلوفان وخليه كل ما ارتاح كل ما كيجي فتي وكيعطي مذاق احسن. دونك كيف ما شفتوا معايا انا غادي ندير لهم السلفان وغندخلهم للثلاجه ديالي. الوغ من بعد ما ارتاح ليا الدجاج غادي نديرو في واحد الطنجره. انا هنا درتو في الكوكوط مي ما غاديش نسد عليها بيان سور، درت ليها مقدار ديال الماء اللي كيكون سخون وواحد العويد ديال القرفه. بالنسبه للماء خص يكون واصل ليه على الاقل الجهه ديال الصدر، النص ديال الدجاج، وغادي نخليوه كيطيب بدون زيت حتى يطيب نص طيبه ونشوفوا المرحله المواليه. انا خدت واحد الطنجره صغيره غنديروا فيها واحد الورقه ديال الموسى، 2 تويمات والقليل من الفلفل الاسود، القليل من الملح، وغادي نضيفوا كذلك الكبده والكناصي اللي عندي باش تحيد منهم هذيك الزفوره. كذلك غتزيدوا طرونش ديال الحامض، نسيت ما ضفتوش معكم في هذه المرحله مي انا راني درته، هو اللي كيحيد الزفوره اللي كتكون في الكناصي وفي الكبده. غادي نخليوهم يتسلقوا جيدا وغادي نصفيوهم. الدجاج ديالي من بعد ما طاب نص طيبه كنحاول انني نقلبو على الجهه الاخرى باش يطيب ليا كامل من جميع الجوانب. كنأكد لكم حاولوا انكم ما تغطاوش باش ما يطرطقش لكم، وتبقاو تقبوه باش يخرج منه الماء اللي فيه. الوغ هذا الدجاج ديالي من بعد ما طاب نحاول نزولو من الطنجره، خدا ليا جهد واحد ساعه ديال المكانه فكيولي فتي. حاولوا غير ما تخليوهش حتى يطيب ويولي كيتفرتت. غادي نحيدوه وغادي نديرو التوابل اللي غادي طيب فيهم البصيله ديالي. غنضيف نفس التوابل اللي درتهم في الاول، سكنجبير، خرقوم، فلفل اسود، قعقله وبسيبيسه، ضويمه ديال الزعفران. غنضيف غير شويه ديال القرفه باش التغميره ديالي تاخذ ليا لون ذهبي.
غادي نضيفهم، وغادي نضيف كذلك البصل ديالي اللي غادي يطيب. فكيف ما كتعرفوا بالنسبه للدجاج ما كنضيفوش معاه البصل من الاول باش ما يفرطش لينا الدجاج ديالنا، حتى كنحيدوا الدجاج حتى كنضيفوا البصل. هنا درت ما يقارب 1 كيلو ديال البصله، من بعد ما شلطتها حاولوا انكم تخلطوا ما بين البيضه وما بين الحمراء، لان البيضه هي اللي كتعطينا ديك التغميره والحمراء هي اللي كتعطي النكهه والمذاق احسن. دونك غادي نضيفوهم على المرق ديالي، وغادي نضيف كذلك شويه ديال الزويته بلديه، وغادي نخليهم يطيبوا جهد واحد 20 دقيقه على الاقل حتى طيح ليا البصيله ديالي، وكذلك يتشرب المرق ما يبقاش فيه هذاك الماء، باش نحاول نحصل على تغميره عاقده. غنضيف مقدار ديال الزيت النباتيه اللي غادي تدغمر ليا فيها البصيله ديالي وغنخليها على جنب. كذلك غنضيف واحد المعلقه من الزبده، وغنضيف القليل من السمن الحر حتى هو كيعطي مذاق رائع في التغميره. غنخلط الكل جيدا وغادي نغطيها ونخليها حتى تدغمر. اثناء من بعد ما صفيت الكبده والقنصه ديالي غادي ناخذهم وغادي نقطعوهم دي مخصو صغار باش نحاول نضيفهم في التغميره. الوغ كيف ما كتشوفوا معايا ها هي البصله ديالي طاحت، المرق ديالي بدا كيتشرب. غنضيف الكبده والقنصه باش حتى هما يتنكوا بالمذاق ديال التوابل. غادي نخلط جيدا ونخليه يزيد يشرب الماء ديالو. غادي ناخذ الدجاجات ديالي باش ندخلهم يتحمروا. غادي نخلطهم بلا ماريناد اللي كنديرها انا معتمده عندي، كندير شويه ديال لاموطارد، شويه ديال الزبده، شويه ديال الهريسه وقليل من السمن، كيعطي مذاق رائع وكيعطي لون ذهبي في التحميره. غادي نحاول ندهن الدجاجات ديالي تيتلبسوا بهاد لا ماريناد مزيان وندخلهم يتحمروا على خاطرهم ديما تشرب ليا المرق ديالي وتدغمرات ليا البصيله. هاد الاثناء غادي ناخذ القليل من الزيتون الاحمر، غادي نضيفو على المرق ديالي كيف ما كتشوفوا هو بدا كيتشرب. نحاول نحيد الغطاء باش نخليها تشرب الماء ديالها كامل، ونبقى نحركها هكا بهذه الطريقه كيف ما كتشوفوا معايا باش ما تحرقش ليا. بالنسبه للتغميره في هذه المرحله خصكم تبقاو تحركوا باش ما تحرقش لكم حتى تتشرب لكم هذاك الماء ديالها كامل وكتبقى واقفه غير على الزويته ديالها. دونك بما وجدت ليا غنحاول نوجد معكم سلطه مغربيه سهله واقتصاديه المعروفه عندنا، اللي فيها شويه الخيار، شويه ديال الفلافل الالوان والطماطم والبصل. نحاول نقطعهم مكعبات صغيره كيف ما كتشوفوا معايا، فهي راه معتمده عند الجميع. وغادي ندير كذلك الباربه اللي سلقتها حتى هي غادي نرافقها مع الطبق ديالي. من بعد ما صفيتها غادي نضيف لهم القليل من الملح، وغنضيف لهم القليل من الفلفل الاسود، كذلك القليل من القزبر المعدنوس مفرومين جيدا. غنضيف القليل من الخل اولا الحامض اللي متوفر عندكم، والقليل من الزيتون للتنسيم. غناخذ واحد الريس ديال الثومه غادي نحكو عندي كذلك في الباربه ديالي، كيعطيها نكهه رائعه. وغادي نخلط العناصر حتى ينسجموا مع التوابل جيدا. من بعد ما تدغمر ليا المرق ديالي غندوز معكم للتقديم. فانا خديت طاجين هو اللي قدمت فيه، حطيت 2 دجاجات ديالي من بعد ما خداو ليا لون ذهبي، والمريقه ديالي كيف ما كتشوفوها هي عاقده بقات واقفه على الزويته ديالها، شربات الماء ديالها كامل. خصها تبقى واقفه على الزويته ديالها عاد كطفيو عليها، كتبقاو تستمروا في التحريك باش ما تحرقش معاكم. دونك زينت الطبق ديالي بالقليل من الفريت البطاطس المقليه، كذلك رافقتها بالسلطات المغربيه المعتمده عند الجميع اللي هي سهله واقتصاديه وما كتاخذش وقت كتير في التحضير. زينت كذلك الدجاج ديالي بدي طرونش ديال الحامض كيف ما كتشوفوا، الحامض مصير. بالنسبه للمريقه ديالي كنأكد لكم انها جات عاقده واقفه على الزويته ديالها، كتستحق التجربه سورتو بالنسبه للمبتدئات. كانت هذه هي الوصفه ديالنا ديال اليوم، طاجين ديال الدجاج مدغمر ومحمر مرافق السلطات. الا عجبتكم الوصفه ما تنسونيش بلي لايك وبالاشتراك، فعلوا الجرس باش توصلوا دائما بجديد ديال الوصفات. شكرا لكم بزاف على المشاهده وعلى التشجيع، والى اللقاء ان شاء الله في وصفه جديده وفيديو جديد. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.